هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده الليمون المعصفر، ويقعد عندنا من السنه للسنه من غير سلق، من غير نقع، من غير اي حاجه، بمنتهى البساطه والسهوله. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركه الله نبدا الفيديو بتاعنا. دول كده تقريبا حوالي 2 كيلو ليمون. جبتهم وغسلتهم وسبتهم لما صفوا ميتهم. معايا عصفر، معايا حبة البركة وشطة وملح وهريسة الفلفل الأحمر الحلو، ومعايا كده قرون فلفل حامي أخضر وأحمر. نبدأ كده نشق الليمون، ومش هنوصل لآخره. قبل ما نوصل للآخر كده بشوية، بالطريقة اللي انت شايفاها دي، بمنتهى السهولة والبساطة. حبيبتي، لو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك يشجعني. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في التعليقات. بعمل كده معاكي كام واحدة بمنتهى السهولة والبساطة. بنشق الليمون كده. الليمون ده تجيبيه يبقى جلده ناعم ويبقى جامد كده، مش طري، علشان ما يبقاش مليان مية. ليمون التخليل لازم يبقى كله لحم، ما يبقاش فيه مية كتير. الليمون ده ان شاء الله يقعد عندنا بقى سنة سليمة، ويتاكل بإذن الله في رمضان تاكلوه بألف هنا. كده هحط كل المكونات بتاعة الخلطة بقى كده على بعضها في طبق. حطيت العصفر وحبة البركة والشطة والملح. كل كيلو ليمون بياخد معلقتين كبار ملح، معلقتين عصفر، ومعلقة ونص حبة البركة. وبتحطي بقى الفلفل المهروس الأحمر ده البارد زي ما انت عايزة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كده بدأت أقلب الخلطة بتاعتي. احنا مش هنحط على الليمون ده مية، مش هنحط عليه أي حاجة خالص أكتر من الخلطة دي والزيت وبس. هو بيبدأ بعد كده ينزل ميته، وبيستوي في المية بتاعته اللي هو بينزلها مع الخلطة دي. بيبقى كده طعمه جميل خالص، زي بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا الفلفل اللي انا هرساه ده حط عليه ملح، فعملت حساب عشان الليمون ما يبقاش حادق جامد. عملت حساب ان فيه ملح في الفلفل. بدأت كده بقى احشي الليمون بتاعي بالطريقة اللي انت شايفاها بمنتهى البساطة والسهولة. الليمون دلوقتي مالي السوق، انا جايبه الكيلو ب15 جنيه. اجمل ليمون الليمون المعصفر اللي هو الليمون الاصفر، بيبقى جميل جدا وبيبقى فيه لمعة كده وطعمه منتهى الروعة. ان شاء الله يبقى موجود معانا وناكل منه في رمضان بإذن الله. هو بعد شهر بإذن الله هيبدأ يدخل كده في السوا بتاعه. الميزة فيه ان هو بيقعد عندك من السنة للسنة، ما بيتهريش، ما بيجرالوش اي حاجة خالص. طالما مظبطة الملح بتاعه بيفضل كده موجود، وبتعمليه بتاكلي منه سنة سليمة. كده هكمل شوية واحشيهم، وبعد كده هحطهم في البرطمان بتاعي. البرطمانات طبعا بتبقى مغسولة ومتعقمة، يا اما تعقمها بالمية المغلية، او تعقمها على عيون البوتاجاز، او تعقمها بالخل. انا معقمة البرطمانات بتاعتي بالخل، وسبتها لما نشفت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلاص كده جبت البرطمان بتاعي، حطيت في تحت كده فلفل احمر واخضر، وهبدأ كده اظبطهم. وعشان ارص فوقهم الليمون، الليمون لازم الفتحة بتاعته تبقى لفوق، الشق كده يبقى لفوق. تحط الليمونة قاعدة كده وتضغطي عليها كويس عشان تنزل ميتها، وعلى قد ما تقدري تضغطي على الليمون في البرطمان عشان ما يبقاش فيه فراغات بالشكل ده كده. برطمان بس عشان فتحته صغيرة، فانا ماسكاه بايدي كده. لما ارص شوية اللي تحت ويبدأ الليمون يعلى معايا لفوق كده، ببدأ بقى احطه على الرخامة واكمل الرص بتاعه. لازم تضغطي عليه جامد كده وتزنقي الليمون في بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده، على قد ما تقدري ما يبقاش فيه فراغات نهائي. لو وصلت معايا لحد هنا حبيبتي ما تبخليش باللايك كده. الطبقة التانية بقى ابدأ احط الفلفل الحامي بتاعي. احنا حاطين شطة في الخلطة، بس برضو ده بيدي طعم كده جميل قوي في المخلل. كده بقولك انا هخلص كل الكمية ديت وارجع لك تاني. وبكده خلصت اول برطمان معايا اهوت بقى بالشكل ده كده. بحط فوق الوش كده من هريسة الفلفل الاحمر الحلوة، هي زي ما قلنا ان هي معمولة فلفل وملح بس مضروبين في الكبة. بحط عليها كده على وش البرطمان من فوق. ده كده اول برطمان خلص معانا، بدأ هو ينزل المية بتاعته. وده البرطمان التاني خلصتهم كده، وبدأت احط على الوش زيت علشان يعمل طبقة عازلة كده بين الليمون وبين الهواء. اي زيت بقى موجود عندك بتحطيه. وبكياس كده من بتاعة الفريزر نحطها على وش البرطمان ونقفل بالغطا علشان بس يبقى الغطا محكم وما فيش اي هواء يدخل خالص للبرطمانات بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده كده يا حبيبتي. البرطمانات اهي بقلبها قدامك اهي ما بتنزلش اي حاجة، وبدأت المية بتاعت الليمونة هي تنزل. بتسيبيه كده تقلبيه كده علشان بتاع المحلول بتاعه، المية اللي نازلة منه تبقى فيه كلها كده، تلف في كل الليمون بالشكل ده كده. ودي كانت وصفتنا النهاردة.